السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. عندكم هذه الكميه من الفواكه وحبيتوا ديروا عصير تنجموا تقدروا ديروا عصير تاع الطبقات ويجي رائع. تبعوا برك الخطوات. اول مرحله كما الفراوله تغسلوها، وهذو ما علينا غير تقشيرهم كل وحده وتقطعها في صحن. دوك ندير الخطوه هذه وخلوا كميه من الفراوله للتزيين. هذا مكان ونروحوا للخطوه تاع نقشروهم نقولوا لكم. اول حاجه عندنا البرتقال، عندنا موزه مع ربع برتقاله، عندنا حبه كيوي، عندنا القليل من الفراز، وخلينا شويه للتزيين. مع عصير الموز اول خطوه راح نديروها نحكموا هذاك اللي قطعناه نحطوه في الخلاط تاعنا ونرحوه. بعدين نقولوا لكم كي عبرتها بالكاس جاتني كاس الا ربع كما راكم تشوفوا، كاس الا ربع. المرحله هذه نضيفوا 2 ملعقه ونصف او 2 ملاعق سكر. ندير انا بالنسبه لي راح ندير 2 ملاعق، الملعقه الاولى الملعقه الثانيه، ونكملوا بالماء المعدني حتى الاخر الكاس. هكذا بهذه تكون شكلنا الطبقه الاولى، ونروحوا لصنع الطبقه الثانيه. اما بالنسبه للعصير الثاني فناخذ 2 ملاعق في الاول تاع السكر، ونعمروا الكاس الا ربع. هكذا، ونضيفوا البنان باش نعرفوا المقدار اللي ما نزيدوش عليه كذا، وكميه بنان فقط. اما التشينا فهو اختياري، يعني غير باش ينحي لنا التاكسد تاع البنان باش ما يوليش لونه كحل. نضيفوا هذه الكميه من البرتقال، نروحوا نعصروهم ونولوا لكم. شوفوا النتيجه كيفاه جانا، ديفيرونس في الالوان، ما على بالش اذا تبان لكم مي كاين ديفيرونس في الالوان، اختلاف طفيف. يعني هذا تاع البنان والتشينا وهذا تاع التشينا وحده. دوكا نروحوا لثالث مرحله، عندنا تاع الكيوي الطبقه الثالثه، 2 ملاعق سكر كالعاده، نعمروا كاس الا ربع تاع بالماء، نفوتوا نص غير شويه، كاس الا ربع. هانا وصلنا، نحركوا شويه خاطر ماش السكر راهو يشكل لي، راهو ما يحبش يهبط باش نروح نديه نعصرو. دوكا نضيفوا بالتدريج شرائح الكيوي، واذا فضل نخليهم للتزيين. هكذا فضلوا لي 2 شرائح تاع الكيوي نخليهم للتزيين. نروح نعصروه ونقولوا لكم. فوالا كيفاش جانا. تقدروا تخدموهم كل عصير اللي حيده ولا ديروا عصير طبقات كيما راح نديروه حنايا وتشوفوا في الفيديو تاعنا.
عندنا بقالنا غير تاع الفراوله. كيف في كاس ندو 2 ملاعق سكر، نعمروا الماء كاس الا ربع، كاس الا ربع، ونكملوا بالفواكه. شوفوا المقدار. التصوير ما على باليش راهو يجي الصوره ماهيش تبان واضحه بزاف، بصح هاني نقول لكم كاس الا ربع. ما حركتش هاكو شويه السكر، باش ما يبقاش في القاع. كنضيفوا الفراوله تاعنا حتى يجي يفيض. هكذا ونروحو نطحنوه. فوالا الطبقه الاخيره كيفاش جاتنا. دوكا اول المرحله التاليه هامليك الطبقه تاعنا في 4. دوكا نديرو العصير تاعنا في كاس، نحكمو مغرفه نعوجوها هكذا بهذا الشكل، ومن بعد نروحو للطبقه الاولى اللي هي عصير البرتقال، نديرو لها هكا هكذا بالعقل، نحطو عصير البرتقال تاعنا. بعد ما كملنا المرحله الثانيه الطبقه الاولى، نزيدو الطبقه الثانيه. هنا نحطو غير بالعقل بهذه الطريقه هكذا، باش ما يتخلطوناش الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هكذا نحطو غير بالعقل. حتى نكملوا الطبقه الثانيه ونروحوا للطبقه الثالثه. هكذا بنفس الطريقه نبداو في الحواف هكذا حتى تشكل لنا الطبقه تاعنا. شوفوا الطبقات كيف راهم يبانوا. فوالا كي اضفنا الطبقه الرابعه شوفوا كيف ولا يبان. عصير طبقات نزينو حسب الرغبه، مثلا نحطو هكا ولا نحطو حبه كامله هكذا يكفي. اضفت حبه هكذا للتزيين ولكل عشاء رومانسي يجي رائع وروعه ما في المذاق ما شاء الله. اتمنى تجربوه وينال اعجابكم. سلام، باي باي.